السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد النهاردة وآخر تطورات مترو اسكندرية. هنشوف محطة سيدي جابر آخر التطورات فيها، وكمان هناخد جولة على طريق الحرية أو شارع أبو قير، وهنشوف آخر تطورات توسعة طريق الحرية. يلا بينا نشوف فيديو النهاردة. موجودين دلوقتي في سيدي جابر، وعلى شمال الصورة محطة سيدي جابر. محطة سيدي جابر بتعتبر من المحطات الرئيسية في اسكندرية. على يمين الصورة محطة ترام سيدي جابر، وعلى شمال الصورة هيكون موقع محطة مترو سيدي جابر. طبعا المحطة دي هتكون تبادلية مع ترام الرمل، وكمان هتكون محطة سطحية. موجودين دلوقتي داخل محطة سيدي جابر، وزي ما حضراتكم شايفين لسه مفيش أي شغل في المحطة، مفيش لسه معدات ولا عمال. المحطة فاضية زي ما حضراتكم شايفين. طبعا المحطات السطحية بتكون أقل شوية في الأعمال، يعني الأعمال ما بتكونش فيها كتير زي المحطات العلوية، بيكون بقى فيها أعمدة وكمرات وخوازيق وأساسات للمحطة. لكن هنا لسه الشغل ما بدأش في محطة سيدي جابر. وزي ما قلت لحضراتكم محطة مترو سيدي جابر هتكون محطة سطحية، وكمان محطة تبادلية مع ترام الرمل. محطة سيدي جابر بتقع ما بين محطة كفر عبده ومحطة سبورتنج. ودلوقتي هنشوف بقى آخر تطورات توسعة طريق الحرية أو شارع أبو قير. وزي ما حضراتكم عارفين من أسبوع تقريبا محافظ اسكندرية نزل جولة على طريق الحرية، وشدد على الاهتمام بالأشجار اللي موجودة على جوانب الشارع على الجانبين، وكمان تم إزالة الأشجار اللي هي متآكلة عشان طبعا متسببش أي خطر على المواطن. موجودين دلوقتي في منطقة مصطفى كامل، والطريق هيكون باتساع 8 حارات، 4 حارات رايح و4 حارات جاي. وده من ضمن المرحلة الأولى اللي هتبدأ من أول سيدي جابر لحد محطة الوزارة، يعني داخل بقى في التوسعة مصطفى كامل ورشدي والهداية، وبعد كده بقى محطة الوزارة. زي ما حضراتكم شايفين الطريق ضيق جدا، طبعا يدوب حارتين بس، ومعروف ان شارع ابو قير او طريق الحرية من الشوارع الرئيسية في اسكندرية. فان شاء الله هيتم بقى اخذ جزء من الرصيف زي ما حضراتكم شايفين عريض جدا. هيتم بقى توسعة الطريق، وهيبقى 4 حارات رايح و4 حارات جاي. وهنا كده كان في كوبري للمشاة قدام المدرسة اللي موجودة على يمين الصورة، ده تم إزالته. طبعا بيعتبر بقى مشروع توسعة طريق الحرية أو أبو قير، ده أحد المحاور الرئيسية اللي موجودة في اسكندرية. وطريق الحرية بيوازي على طول طريق الكورنيش. ومشروع التوسعة بيجي في إطار استراتيجية المحافظة لتحسين ورفع كفاءة المحاور المرورية. على شمال الصورة ده بنك فيصل، لسه موجودين في منطقة مصطفى كامل. قدامنا كده على طول بعد كده هنلاقي رشدي والهداية ومحطة الوزارة اللي بيتم فيهم التوسعة. والمرحلة الأولى هتكون من أول شارع إبراهيم الشريف لحد شارع سوريا، ومدة التنفيذ هتكون 45 يوم. وكمان من ضمن التطورات تم تطوير منطقة تقاطع الغزلتين وكلية الهندسة والإبراهيمية، وتوسعة كمان شارع جواد حسني. ومن ضمن التوسعة والخطة طبعا تم إضافة حارات مرورية جديدة بعرض 7 أمتار، وهيتم تخصيص حارتين للالتفاف بالسيارات من طريق الحرية لحد شارع أحمد لطفي السيد، ومن شارع أحمد لطفي السيد لحد طريق الحرية. وده مش هيأثر على حركة السيارات. وكمان هيتم عمل جزيرة في المنتصف، وهيتم وضع نباتات عطرية على جانبي الطريق. وفي جولة المحافظ لطريق الحرية شدد محافظ اسكندرية على إنجاز العمل في التوسعة واستكمال طبعا أعمال الرصف من أول شارع إبراهيم شريف لحد منطقة رشدي، وتجهيز الأرصفة وعمل فتحات مناسبة عشان طبعا تخدم ذوي الهمم وكبار السن. وأكد المحافظ على حماية الأشجار اللي موجودة على طريق الحرية.
وطبعا الأشجار اللي تم إزالتها هيتم نقلها للحدائق والمشاتل. هيتم الحفاظ على الأشجار اللي موجودة على الطريق وتطوير طبعا أعمال التشجير، وهيتم استبدال الأشجار اللي هي تم إزالتها بأشجار ملائمة للطريق. زي ما حضراتكم شايفين هنا تم تكسير الرصيف طبعا عشان يتم أخذ جزء من الرصيف ده لأنه عريض جدا، وهيتم توسعة الطريق ويبقى 4 حارات رايح و4 حارات جاي. اسكندرية بتشهد حاليا تطورات ضخمة من مشروعات زي توسعة كورنيش اسكندرية، توسعة طريق الحرية، رفعوا كفاءة الطرق، وكمان عمل كباري، كوبري محمد نجيب الجديد وكوبري محمد نجيب على البحر، وكمان كوبري 45، وكمان أعمال مترو اسكندرية، وإن شاء الله يتم تطوير ترام الرمل. موجودين دلوقتي في منطقة رشدي من أرقى المناطق في اسكندرية، وقدامنا كده هتلاقوا بقى فكهاني النصر، وجنبه على طول بقى الشوارع اللي بتوصلنا لكفر عبده، منطقة كمان راقية جدا. وبعد كده بقى لو دخلنا الشارع على طول هتلاقوا محطة مترو كفر عبده. وكده خلصنا جولتنا في شارع أبو قير أو طريق الحرية، وداخلين دلوقتي على محطة سيدي جابر. زي ما حضراتكم شايفين دي كده المحطة من الداخل، وهنا هتلاقوا شبابيك التذاكر. طبعا هنا قطر مصر اسكندرية. الدور التاني كده هتلاقوا فتح الله، وهتلاقوا محلات كتير، وكمان هتلاقوا ملاهي للأطفال. وكده وصلنا لنفق سيدي جابر. النفق ده طبعا اللي عايز بقى يروح سموحة أو اللي جاي من سموحة وعايز يركب قطر مصر اسكندرية ويقطع تذاكر لازم ينزل تحت النفق ده. بس يا ريت طبعا الاهتمام بالنفق ده ويتم تطويره ورفع كفاءته. دي كانت جولتنا النهاردة، يا رب يكون الفيديو عجبكم. أشوفكم الفيديو الجاي، مع السلامة.